طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرق الدم بعد الماتش. بص بقى، النهاردة كل حاجة غلط. تشكيل غلط، تكتيك غلط، دفاع ملط، لعيبة بتساعد بعضها غلط. مفيش أي حاجة تمت النهاردة صح. والأهلي بقاله كام ماتش في الدوري غلط. ليه ما بنلعبش في الدوري زي ما بنلعب في افريقيا؟ ليه الاهلي ما اداؤه مؤسس الاول كويس؟ ايه اللي بيحصل؟ غيابات ومش غيابات. الاهلي بيعمل حضر، ما اسمعش كلمه غيابات. عندنا لعيبه تسد عين الشمس. عندنا بدل التشكيله تشكيلتين. بنجيب صفقات في كل مركز بدل لعيبه اتنين. ليه؟ الشحات وجوستو غايبين. عندنا رضا سليم وطاهر محمد طاهر وكهربا ووسام وغير وعبد القادر اللي جاب الجون بتاع النهارده، اللي حسن الوحيده بتاعت النهارده، عبد المنعم ورامي ربيعه. ايه اللي بيعملوه النهارده ده؟ ايه الدفاع ده؟ انا ما شفتش كده في حياتي في النادي الاهلي. ايه الدفاع ده؟ كوره الجون التاني مش عارفين تطفشوا الكوره، مش عارفين تطلعوا الكوره. الجون الاولاني رامي ربيعه مش عارف تلعب كوره برجلك، مش عارف تزقها برجلك. ايه اللي بيحصل؟ سيف الدين الجزيري ده بالله بيجيوش بيفوقش الا كل فين وفين. فاق على قفانا النهارده وسجل الهدفين وخد رجل المباراه. رقص المدافعين وعمل كل حاجه في الماتش بمنتهى السهولة وبمنتهى الأريحية. ايه فين الدفاع؟ فين الدفاع بتاع النهاردة؟ بيبقى كمية ميس باص غلط النهاردة ما شفتهاش قبل كده. ايه اللي بيحصل النهاردة ده؟ وسام ابو علي ما بدأناش ليه من الاول؟ تشكيل غلط من الاول. موديست ايه اللي نبدأ بيه في ماتش زي ده يا جدعان؟ ده ما بيقدرش يجري. اقسم بالله ما بيقدر يجري. بنرفع له عرضيات ما بيكسر يروح لها. بيعمل اسيست الماتش اللي قبل اللي فات واللي فات. بس هي بتبقى الكوره جايه له كده، هي حظها لا راح له يعمل بها اسيست. يا جدعان ماتش قمه زي ده وفي زمالك وفي دفاعهم هيبقى يا جدعان بيدافعوا بكلاحه وبرود وبغتاتة. ايه ده يا جدعان؟ اتلتيكو مدريد للكره المصريه. اقسم بالله ما شفت كده. وبتلعب لي مودست. ليه لازم نفتي في كل تشكيل؟ ليه يا جدعان؟ ليه لازم نفتي؟ ما نلعب الاساسيين اللي احنا بنلعب بيهم. نلعب بكهرباء او وسام ابو علي. ليه ما نبداش برضه سليم؟ نزل عمل فرق وعمل الاسيست بتاع الجول الاولاني اللي جابه عبد القادر. ليه ما نلعبش باللعيبه دي من الاول؟ جايبينها انا قاعده دكه ليه؟ طيب ليه ما بنلعبش كريستو؟ بنستفيد منه احسن من طاهر الف مره. ده شفته في الماتشات الوديه اللي لعبناها قبل بدايه الموسم. في الماتشات الوديه التحضيريه بالله عنده كوره وعنده حاجات يقولها في الملعب. ليه ما بنلعبوش؟ هو فين اصلا؟ ليه ما بنلعبش حد بدل رامي ربيعه؟ ما بنطلعش المدافعين من ليه يلعبوا بدل رامي ربيعه يا ريت يبطلها بقى. زهقنا خلاص، تعبنا طهقنا. الله، في مدافع افريقي جايبينه تحت السن في الشباب ما بنلعبوش ليه؟ طيب استفدنا ايه لما لبسنا جونين كده بمنتهى السذاجه بمنتهى يعني كل حاجه غلط. كل حاجه النهارده خرا وغلط. ليه لازم كولر يفتي في كل ماتش مهم في التشكيل؟ ماشي، استبعدنا مروان عطية قالك هو جاهز بنسبة مثلا 70-80%، بس 70 عشان مازيمبي في افريقيا يوم السبت الجاي. ماشي، ليه ما نلعبش بخط وسط يكون متناسق مع بعضه؟ نيدفيد بقاله زمان ما لعبش وداخل يعني عنده نرفزة زيادة وخد انذار في الاول وطلعه في الشوط التاني عشان ما يكونش انذار التاني ونزل عمرو السولية. عمرو السولية يا جدعان سنه كبر وما عادش بيقدر يدينا زي الاول. ساعات بتيجي منه حلويات كده شوطه كده اسيست كده. وكان عمل النهارده كوره المفروض كان يشوطها بس عملها عرضيه. يا جدعان ما نفتيش في التشكيل بالله عليكم. الدوري كده يعني يا اما شكله هيتلغي يا اما هنخسره يا اما هيبعتوا بقى لافريقيا. بيراميدز والمصري وإنبي بيلعبوا في افريقيا والكونفدراليه لو الدور الاولاني خلص على كده. مدرب الزمالك كسب اول ماتش على قفاك وكسب بلاعيبه كانوا بيلعبوا معاك قبل كده، السعيد وناصر ماهر واحمد حمدي ولعبوا معاك قبل كده. يعني لازم هما عندهم الغيظ ده اللي هما لازم يكسبوا. عندهم الروح لازم يكسبوا. شفت بعد ما جابوا الجون عملوا ازاي؟ لعيبك ان هما ما لعبوش معاك قبل كده. لعيبتك مش عامله كده النهارده ليه بقى؟ ده الاهلي اللي احنا عارفينه زي 90 وكده واجوان والقواضي ممكن وكده. ما كانش موجود اي حاجه من دي النهارده. اتمنى في يوم من الايام ان الحاجات دي تتظبط. الدفاع يتظبط. عبد المنعم بطل الغرور بالله عليك بقى وبطل ونلعب كوره صح. ورامي ربيع يا اما هيتظبط ويا اما يتعدل يا اما نشوف له مكان يقعد فيه ولاعب مكانه. لو ياسر ابراهيم جاهز، محمود متولي كان على النهارده الدكه، ما تنزل جربه. مش هيبقى اسوأ من رامي ربيعه ابدا يعني. مش هيبقى اسوأ منه.
في مدافع افريقي قلت في الناشئين نجرب نلعبه في ماتش من ماتشات الدوري، مش هنخسر حاجه يعني، مش بقولك تلعبه في افريقيا نص نهائي ولا ربع نهائي، جربه في الدوري كده كده. فرق الدوري كلها اللي احنا بنقول عليها تعبانه كسبتك منها البنك الاهلي والزمالك، كسب اول ماتش بمدرب جديد بلعيبه جديده وصفقات جديده من زمان، بقالنا كذا ماتش بنكسبهم، بس الماتش ده بالذات هيدوم دفعه معنويه كبيره جدا، وان لو المدرب ده كسب كوره هيبقى مدعم كتير جدا من الجمهور ومجلس الاداره وحاجات كتير جدا. محدش بيسمع الكلام يا جدعان، يا جدعان عايزين قلب دفاع كويس، وحد مكان مروان عطيه في نص الملعب بيسد مكانه لما هو بيجيب او يصاب او يتوقف او الكلام ده كله، وما نجددش العقد ونمشيه، يا ريت بقى نلعب برضا سليم وندي فرصة لكريستو، مش هيبقى أوحش بالوحشين اللي موجودين يعني. طاهر محمد طاهر بقالنا كتير أوي عمال نقول فيه راجل بيقوح فيه، راجل بيستنيله يوم ولا يومين وهيفوق فيهم وهيجيب له فرصة، ومبيستغلش حاجة يا جدعان، ما بيستغلش حاجة. عبد القادر هو بقاله ماتشين بيحاول، مع إنه كان بره كان بقاله زمان او كان موجود على دكه البدلاء بقاله زمان، جاب جول الماتش ده والماتش اللي فات كان بيحاول، تحس هو عنده حاجه عايز يقولها، انا موجود ما تعودونيش تاني على الدكه، مش زي لعيبه تانيه بتلعب ما عندهاش يعني روح الفانلة اللي هي لابساها، مش زي ما شفنا النهارده خالص يا جدعان. ماتش النهارده كله زباله، كله زباله، تكتيك خرا وتشكيله خرا يعني. الفكره بتاع النهارده كولر مع احترامي ليه ما قدرش يفهم الماتش النهارده خالص او يقرا الماتش خالص النهارده، عمل تغييرات في بدايه الشوط التاني، ليه ما بدأناش بيها من الاول؟ بس كلام كنت عايزه افضفض بيه الصراحه عشان كنت مخنوق في وقت